Disciple 6, what's the grid on those CVs? Over. واضح الكلمة. بارك الله بكم يا عمار. الرتل الآلي راح يباشر أول 4 عجلات، خلينا تباشر بعد، خلينا تباشر بعد أول 4 عجلات. Copy that, Disciple 6. We confirm that the targets are moving to a restricted zone. Stand by for clearance. Buggers 2, Disciple 1 here. I'll copy, over. سيدي تم تحرير المنطقة بالكامل. واضح كلمة. قلت لك راح احصل معدل اعلى منك. اعلى مني بدرجه واحده بس. المهم احنا صرنا سويه بالمتوسطه. رديت افرح جوانا بس ما ترد على التليفون. اكيد مشغوله، ومن تفرغ وتشوف اتصالنا تخابرنا. السلام عليكم. عليكم السلام. يا الله يا رب عليك. شلون القمر؟ الحمد لله عمو. الوالد وين؟ بالوحده العسكريه. بعد ما رجع. ما رجع. عمو جاي على الجرار؟ لا 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 مو على الجرار، بس بصراحة جيت أقول له ترى الدواعش اشتبكوا وهي القوات الأمنية بمدخل الموصل. اي وللعلم سووا حظر تجوال. جوانا
بابا لازم أروح أطمن على جوانا. بنت كريستين، حاضر تجول ومعارك تدور في مدخل الموصل. أتصل بيها وما ترد. أكيد عندهم إصابات بالمستشفى من الجيش والشرطة. يا رب سترك. ما أتخيل الدواعش يدخلون ويحتلون الموصل. لا يا بنتي، لا، مستحيل. أنا كلمت اللواء عاصم وقال لي إن عدد الأفراد من الإرهابيين ما يتعدى ال 300 وتسليحهم رشاشات بس، يعني قوة خفيفة والجيش يقدر يخلص عليهم بسهولة. مستعدة أروح المستشفى حتى أطمن على الدكتورة. ريم، ادخلي إلى المطبخ ولا تتدخلين فيما لا يخصك. يا ربي شلون يا رب يا رب. أبو محمود أنا كلش خايفة مرعوبة من الخوف. ايش بيك ام محمود معودة؟ اصلا المعركة بعدها بعيدة، ايش بيك؟ ايه بعيدة بس باكر تصير قريبة. والجيش راح يقضي عليهم. بابا صدق راح يقتلون الدواعش إذا دخلوا الموصل. مو قلت لك يا محمود لين احنا الشيعة راح يقتلون. كافي، شنو على كذا؟ ما ظل الجهال ينطون رايهم، يلا طبوا غرفتكم. هي هو سمعت ولدك ايش يحجون؟ ايش راح تسوي يا رجال؟ ايش راح تسوي؟ أنا رايح للصلاة. لا حضرة جوال ياخذوك الشرطة لا تطلع. الله يخليك. ولن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. الله يا رب. مع السلامة. الله وياك يا رب. يا رب احمي لي ولدي واحمي لي زوجي يا رب يا ارحم الراحمين. يا رب ارحمنا يا الله. يا رب يا ربي يا ربي. يقولوا العناية المركزة. خلص الصالات انتست بعد مطمجة. ترى بعد عندنا مصابين محتاجين عمليات بأسرع وقت. جيبوا لي بلازما ودم، أي حالة حرجة دخلوها العمليات. أي بلازما؟ خلص كافي، أنت تعبتي من الصبح لهاي اللحظة أنت واقفة على رجلك. يعني ارتاح وعوفهم يموتون؟ يلا زينب. وقد احتل عناصر التنظيم الإرهابي بعض الأحياء جنوب مدينة الموصل وسط معارك ضارية، منها حي الإصلاح الزراعي، الحي الصناعي، وحي اليرموك. ما أصدق. قواتنا تتراجع وداعش يتقدم ويحتل أحياء كاملة بالموصل. يمكن هذا بسبب عنصر المفاجئ، بس أنا متأكد قواتنا راح تتماسك وتصد هذا الهجوم بهجوم مضاد وتطرد داعش. إن شاء الله، إن شاء الله يا زياد. ما ترد علي، ما أعرف شنو صاير بيها. لازم أسافر الموصل أطمن عليها. أنت مجنون؟ تريد تروح للموصل وأنت تعرف هناك أكو حضرة جوال، يعني لو تموت بطلقة لو تموت من انفجار من داعش. راح أخابر كريستين بنت القاضي صديقتها، ممكن تطمني. تمام. اشتقت إليك يا أبا الوليد. اشتاقت لك الحور العين يا أبا خالد. بارك الله لكم ولنا في غزوتكم وجعلها غزوة مرفعة. الحمد لله والشكر. لقد انتظرنا هذه اللحظة طويلا، وعليكم أن تسرعوا باحتلال باقي الموصل. الأوامر تقتصر على تلقين هؤلاء الروافض درسا قاسيا لمقتل أخينا أبي عبد الله الببلاوي. ماذا تعني؟ هذه الفرصة لن تعوض. الجيش الصفوي يتقهقر أمامكم، ولقد استوليتم على آلياته ومعداته. وهذا فعلا ما أفكر فيه، ولكن الأوامر واضحة. الأوامر صدرت قبل أن يمن الله عليكم بالنصر، ويجب أن تتغير الخطة. سأرفع الأمر إلى مولانا أبي بكر البغدادي وأنتظر رده. علينا إذن أن ننتظر. تمام دكتورة. بنتي انتبهي على نفس الزين، المهم انت بخير. أريد أحكي وياها يا بابا. ما يهم أريد أحكي وياها. ماشي جوانا، مثل ما قلت لك كوني حذرة زين، وارجع لسنجار بس يرفع الحظر. يلا مع السلامة. بابا ليش ما خليتنا نحكي وياها؟ نطمن عليها. باباتي
ما تقدر تحكي. صار 3 أيام بصالة العمليات، ما ارتاحت ولا ساعة. ما فهمت من أبي خالد أنهم ينتظرون أوامر الخليفة. سيوافق على إكمال الغزوة وسيخرجون من هنا وينجدونه. حتى لو هاجموا السجن هل سيتغلبون على الحراس؟ عددهم كبير جدا. ونحن له إخوتنا من أمامهم ونحن والذباح من خلفهم. أحسنت أحسنت. سيدي، أنا أشوف نطلب تعزيزات ونقوي الحراسة على السجن. أخاف داعش يدخل ويحرر أتباعه. لا يروح بالك بعيد. الجيش والشرطة يخوضون قتال عنيف ويا داعش، فما أعتقد عندهم قوات إضافية حتى يدزوا هنا. مثل ما تؤمر سيدي. أبشروا يا إخوتي في الله، أبلغني مولانا الخليفة أبو بكر البغدادي أن نستمر في غزوتنا كي نضم ولاية الموصل إلى دولة الإسلام الفتية. الله أكبر! تكبير! 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 الله أكبر! استعدوا يا إخوتي وأبشروا بالنصر إن شاء الله. أبشروا أبشروا بنصر من الله قريب. الله أكبر! تكبير! 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 الله أكبر! احتل تنظيم داعش الإرهابي أكثر من نصف أحياء الموصل حتى ساعة إعداد هذا التقرير، ولا تزال المواجهات محتدمة بين التنظيم من جهة وبين الجيش والشرطة الاتحادية العراقية من جهة أخرى. وصرح الناطق الرسمي باسم قيادة عمليات نينوى. جوانا، طمنيني عليك. اتصلت بيك وما رديتي. انت بخير؟ فعلا لو عبئت القطاعات العسكرية في الموصل ورفعت حالة التأهب كان ما قدر داعش أن يتوغل بهذا الشكل. المشكلة الأخرى أنه داعش استخدمت أسلوب حرب العصابات والشوارع. شيخوان، لو احتلت داعش الموصل سيكونون قريبين من كردستان أقرب مما تتخيل. غصبا عني كريستين، طول اليوم في العمليات ما أنام أكثر من 2 ساعة باليوم. حموت من الخوف عليك. شو احكي لك؟ ما أقدر أوصف لك حالة المصابين. أكو هواية ماتوا بين يدي اليوم، ما قدرت أسوي لهم شيء. وماكو هواية جراحين بعد. حبيبتي، أجي أخذش للبيت؟ لا، لا تتحركي من بيتك ولا أني أتحرك من المستشفى. الوضع برا خطر. خليل، باكر تحضرون وجبات سريعة 1000 2000 3000 5000 وياها المي والعصاير. تؤمر حجي. وتاخذون وياكم عمال الفندق وتروحون على بوابة الشام توزعون الأكل على الأهالي. بس حجي شلون راح نطلع من الفندق؟ مو تعرف اكو حظر تجوال. حظر التجوال يكون منتهي أصلا. حجي مو هذا خطر علينا، المعارك داير ما داير الفندق بين داعش والجيش. إيه خلص، لا عاد ابقوا أنتم خاتلين بالفندق وأني راح أروح أوزع الأكل. كافي أخبار، كافي. ايش راح يسوون الدواعش إذا احتلوا الموصل؟ واحنا المسيحيين ايش راح يسوون بينا؟
على نقطة التفتيش الفاصلة بين أربيل ونينوى تدافع عشرات الآلاف من أهالي الموصل لمغادرتها هربا من الحرب الدائرة هناك. واستقبلت أربيل النازحين إليها بعد تدقيق أمني مكثف خشية اندساس إرهابيين بينهم، في حين وفرت منظمات المجتمع المدني العاملة في أربيل وبعض مؤسسات الإقليم الطعام والماء للمواطنين. من جانب آخر تكدس عشرات الآلاف من أهالي الموصل عند الحدود الجنوبية للمدينة في محاولة لمغادرتها بحثا عن الأمان. وين تريدنا ننتظر لحد ما يجون الدواعش ويذبحونا؟ ذكري الله يا مرة، الله ما راح ينصرهم. محتلة نص الموصل وكلها أيام راح يدخلونا. تدري راح يسوون بينا مثل ما سووا بأهل الرقة. أي راح يذبحونا لأنه إحنا شيعة يعتبرونا كفرة ومرتدين. بتقولي لي وين تريدين نروح؟ لأي مكان بعيد منا، أريد أطمن على أولادي. يعني معقولة تريدين نروح للمخيمات؟ لا لا لا، كل شيء ولا المخيمات. راح أخابر أختي زينب تحكي ويا دكتورة جوانة، بلكي تقنعها نروح السنجار بيت أهل دكتورة جوانة. يا ربي يا رب احمينا من الدواعش يا ربي ربي. انت مو خابرته وحكيت وياها بعد شو تريد؟ مو مطمن، حاسس انها بخطر بالموصل، وانا قاعد هنا كل شيء ما اسوي. وشنو بيدك تسوي يا اخي؟ انقذها، احاول اوصلها، اطلعها من الموصل، بدل ما قاعد حاط ايدي على خدي. طبعا انت مجنون، مجنون اذا فكرت تروح للموصل. بابا هناك حرب شوارع، تعرف يعني شنو حرب شوارع؟ فايز فايز يا مرحبا يا مرحبا، يا اهلا وسهلا بكم. الحمد لله على سلامتكم. الله يسلمك ابو جوانه، اخاف تثقل عليكم. لا محمود، انت اخت عزيزه، عين غطا وعين فراش. ليش ما جتي جوانه وياكم؟ والله يا خاله ما ادري. جهزنا لكم غرفه حتى ترتاحون بيها انت والاولاد على ما نحضر لكم الغداء. الله يخليك ويحفظك ابو جوانه، انا كلش اشكرك. يلا بنتي سماهر، وديهم على الغرفه حتى يرتاحون. ليش ما جوانا تركت الموصل وجتي؟ الله يحرسها يا بنتي، بحق طاووس ملك. زهره روحي صحي اخوك محمود على السريع. يلا.
بارك الله بيك حاج كاوة، في ميزان حسناتك يا أخي. يا ريت كنت معك حتى أقدر أساعدك، لكن قاعد تسمع الأصوات والانفجارات خارج المنزل. ربنا معك، ربنا معك والله يساعدك. مع السلامة. وين طالعين؟ شنو هاي الجنطة؟ ست كريستين بتيجي تروح للمستشفى حتى تطمن على دكتورة جوانا، وما اخذت لها هاي الملابس. الدكتورة جوانا هي طلبت منك؟ لا ما طلبت. طبعا لأنه تخاف عليك، واعتقد خوفي عليك مو أقل منها. ما تسمعون صوت الانفجارات؟ ايش تقصد بابا؟ يعني ماكو طلعة. انتوا منو؟ وش رايدين؟ حجي الله يخليك دخلنا حجي، الله يخليك دخلنا حجي. عمي والله انه كمشونا الدواعش راح يقتلونا والله. حجي كل شيء ما اريد، بس بنطلون وقميص نلبسها ونروح حتى ما يعرفونا ان احنا عسكر. حجي الله أكبر، الله أكبر. بارك الله فيكم يا جنود الخلافة. بشراك يا أبا خالد حالما يتم الأمر. سيطر إخواننا المجاهدون على أغلب أحياء الموصل بعدما فر من أمامهم جنود الكفر، ولم يتبقى سوى أحياء قليلة بل أموات. ستحيي الدولة الإسلامية. الله أكبر، الله أكبر، تكبير، تكبير، الله أكبر، الله أكبر. هانت أيام قلائل وترتفع فيها راية الدولة الإسلامية في الموصل. بعدها سيأتي إخواننا ويخرجوننا من السجن. ما هي أخبار مدير السجن وضباطه الكفرة بعدما سمعوا بأخبار انتصارنا القريب في الموصل؟ اكو خبر مو حلو يا امير، تمت المصادقة على قرار اعدامك. كويس، شلون جيت؟ بعجوبة، بس الحمد لله اني لقيتك ووصلت لك. ليش تخاطر بروحك؟ انا روحي وقلبي فداك، وما تتصورين مدى فرحتي بشوفتك، ومستعد اوصلك لبيت القاضي او السنجار. ما اقدر اترك المستشفى، ماكو اسرة كافية والعدد كبير. المستشفى كلها بيها 2 جراحين واني الثالثة. دكتورة غرفة العمليات جاهزة. زين هسه اجي. كويس، اسفة ما اقدر اضيفك، لكن اشكرك انك جيت. انت صدوق اخي من رخصتك. صدرت لنا الأوامر من القيادة العامة للقوات المسلحة بالتوجه لأربيل. أمرك سيدي. يلا تفضل.
بارك الله فيك يا أبا حذيفة، بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا أبا خالد، المعركة باتت محسومة. فرت جميع قيادات الكفر الصفوي، هربوا من معسكر الغزلاني، هم والخبراء الأمريكان الذين يتعاونون مع بشار الونداوي وقائد عمليات نينوى. أرسل رجالنا إلى معسكر الغزلاني كي يسيطروا عليه ويأخذوا كل ما فيه من عتاد وأسلحة. اسمحوا لنا سيادة اللواء نكون ضيوفكم في أربيل لحماية الخبراء. أهلا وسهلا بكم. صراحة صدرت لنا التعليمات من قبل فخامة الرئيس كاك مسعود شخصيا أن نحسن استقبالكم ونوفر كل ما تطلبوه بدون تردد. أرجوك سيادة اللواء إبلاغ تحياتي الخالصة لسيادة الرئيس مسعود برزاني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تقبل الله الصلاة يا أخي. تقبل منا ومنكم صالح الأعمال. هل فهمت من المطلوب منك؟ نعم يا أمير، لكن ممن تخاف؟ ها؟ انتهى كل شيء ونحن على مشارف النصر، ولم تبق لنا سوى خطوة واحدة، وأنت من سيساعدنا لنخطوها. هنيئا لك الشهادة. هل تم تجهيز الصهريج بالبنزين؟ بالكامل. أحسنت. هنيئا لك الجنة يا أخي، هنيئا لك. بفضلك وبفضل أخوتنا الجهاديين الاستشهاديين ستبقى الدولة الإسلامية وتتمدد. ألغم الصهريج. شنو هذا الانفجار؟ صوته كلش قريب. مش مدريني شو هي، زايدة هالايام الانفجارات. اسم الله دكتورة بيتشي؟ زين تريدين نأجل العملية؟ انت صار لك ايام ما ارتاحتي. دايخة شوي بس. خلص بعد العملية لازم ترتاحين. لا يلا يلا. قوموا قفوا. جينا حتى ننفذ بيكم حكم الإعدام.
العالمين.